أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما جعل شهر رمضان إلا ليكون موسما عظيما لتنزل الرحمات والبركات. الله أكبر. ما صام المسلمون هذا الشهر العظيم المبارك فغفرت لهم جميع الذنوب والسيئات. الله أكبر. ما قام المسلمون ليالي هذا الشهر العظيم المبارك فنالوا بذلك أعلى الدرجات. الله أكبر. لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت الأمة المحمدية أن يكون السنة وأن تكون السنة كلها رمضان. الله أكبر. تلك الكلمات بدأت بها في المعارك والانتصارات. الله أكبر هي كلمة الأذان. الله أكبر هي كلمة هزت أركان الكفر وصهاينته. الله أكبر ما قالها سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بدأ دعوته إلى الله عز وجل. الله أكبر هي كلمة يعز بها الإسلام. الله أكبر هي كلمة يرفع بها شأن الإسلام وراية الإيمان. الله أكبر هي كلمة تميز المؤمن من الكافر يوم القيامة. الله أكبر هي كلمة نور لصاحبها في الدارين، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في البرزخ ونور أمام الله عز وجل. قائل هذه الكلمة الله أكبر يجعل الله له عز وجل نورا في جبينه ويجعل له علامة على إيمانه، لأنه لو لم يكن مؤمنا لما نطق بها. وتأتي دابة يوم القيامة فتختم على جبين المؤمن وعلى جبين الكافر، فتختم على المؤمن فيميز بين الناس وبين المحشر أنه مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بكلمة الله أكبر، وتختم على الكافر ختما يميز بين الناس أنه كافر بالله عز وجل. لذلك أيها الأحبة أعظم شعار في الإسلام هو الله أكبر. عندما دخل النبي مكة المكرمة بعد أن فتح مكة المكرمة رفع راية الإسلام وكبر معه الصحابة، كبروا بنصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فرح المسلمون بذكرها، فرح المسلمون بنصر الله فقالوها كلمة الله أكبر. لذلك أيها الأحبة وبعد، في هذا اليوم المبارك في أول يوم من أيام العيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. ففي أيام عيد الفطر يكون التكبير في أول يوم لصلاة العيد فقط، وأما عيد الأضحى فيكون التكبير من فجر ومن صلاة عيد الأضحى ومن فجر يوم الأضحى إلى رابع يوم من أيام العيد إلى صلاة العصر. لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه زينوا أعيادكم بالتكبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل بعد أن قال النبي كل عمل ابن آدم له فقال الله إلا الصيام
فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال الله عز وجل: أخفى الثواب للصائمين، ولم يعلم به أحد عن أجر الصائم. لا يعرف منا أحد أجر الصائم غير أن رائحة فمه أطيب عند الله من رائحة المسك، ولا يدري غير أن الله في أوله رحمه، وفي أوسطه غفر له، وفي نهاية رمضان أعتق رقبته من النار بإذن الله. هذا الثواب الذي نعلمه. ولكن قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، نسب الصيام إليه، فإنه لي وأنا أجزي به. يعطي ربنا جل جلاله على قدر كرمه لعباده. فعندما أتينا إلى صلاة العيد يسمى هذا اليوم بيوم الجائزة. في أول يوم من أيام عيد الفطر قال يسمى بيوم الجائزة. فما هو يوم الجائزة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. بعد أن أمرتم بالقيام فقمتم، وأمرتم بالصيام فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا انتهوا من صلاتهم، أي من صلاة عيد الفطر، نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم. هذه بشارة نستبشر بها، ومن أعظم البشارات ينادي مناد بعد أن انتهينا من الصلاة: أن قوموا مغفورا لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يسمى بيوم الجائزة بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر. لذلك أيها الأحبة، وصيتي لكم في هذا الشهر المبارك، وفي هذا اليوم المبارك، وفي يوم الجائزة، أن نخرج بعد أن خرجنا من رمضان، أن نخرج من أول يوم العيد، وأن نخالط الناس بعد الانتهاء من الصيام عن الكلام من المحرم وعن السماع الأشياء المحرمة، أن نحفظ ألسنتنا، وأن نستمر بالحفاظ عليها، وأن نمسكها، وأن نحفظ أبصارنا، وأن نحفظ أسماعنا، لأن الإنسان سيجعل الله سمعه وبصره ولحمه وعظمه يشهد عليه يوم القيامة. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض التي تسجد لله عليها تشهد لك يوم القيامة. لذلك من السنة إذا صليت نفلا أن تغير مكانك في الصلاة. لماذا؟ قال: حتى تشهد لك الأرض يوم القيامة. الأرض التي تعصي الله فيها ولم تتب عليها تشهد عليك يوم القيامة. أنت تكذب. نحن قد يأتي الإنسان أمام الله قد يكذب على ربه أنه لم يفعل المحرمات ولم يخالف أمر الله، فعند ذلك يأمر الله أعضاءه أن تتكلم. يأمر اللسان فيتكلم اللسان، يأمر السمع فيتكلم السمع، الأرجل والأيدي والأرض. فيستغرب الإنسان: لما شهدتم علينا؟ فقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الحجر والبشر والمدر يشهد إما على الإنسان أو يشهد له. عينيك التي نظرت إلى المصحف تشهد لك يوم القيامة. أصبعك الذي وضعتها على المصحف وأنت تقرأ القرآن تشهد لك يوم القيامة. لسانك، قلبك الذي خشع
إذا خشعت بذكر الله وبتلاوة القرآن يحرم الله جسدك على النار. إذا ذرفت دمعة منك خشوعا لله يحرم الله جلدك وجسمك عن النار، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يوم الجائزة. لا يأخذ الجائزة إلا من تحقق بحقائق الصيام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة بعد رمضان، لأن الاستقامة هي عين الكرامة. إذا أردت أن تحظى دائما بكرم الله وبفيض الله وبعطاء الله وبإمداد الله عز وجل فحافظ على قلبك بعد رمضان كما كان في رمضان. اسأل نفسك: هل وقعت بمخالفة في رمضان؟ يقول القلب لا، ويقول اللسان لا، وتقول الأعضاء لا. قد يذنب ثم يتوب بعد ذلك. اللسان لم يتكلم بالكلام الحرام ولم يتكلم بالسب والشتم، ولكن بعد رمضان يكون الاختبار بإذن الله عز وجل. يكون المؤمنون لهم الاصطفاء من الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعود المنافقون إلى ما كانوا عليه. المنافقون كانوا في عهد رسول الله أمامه كأنهم مثل المؤمنين، وإذا خرجوا من عند رسول الله كانوا منافقين، لا يصلون، يتكلمون على أصحاب رسول الله ويتكلمون على رسول الله. فهذا هو حال المنافقين. قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في رمضان يقومون لأن الله أمرهم، وأما بعد رمضان لا يعلمون صلاة ولا عبادة ولا تلاوة القرآن، حتى القرآن يهجر بعد رمضان. لذلك القرآن يكون لك حجة إما لك وإما عليك. إذا كنت تقرأ القرآن في كل يوم ومخلصا لله يكون حجة لك وكنت تعمل بالقرآن. لا فائدة من قارئ يقرأ يمر على صفات المنافقين وقد وجدت فيه هذه الصفات، يمر على صفات الكافرين وفيه هذه الصفات، يمر على صفات المؤمنين ولا يتصف بصفات المؤمنين. فكان هذا الحال له، يكون القرآن حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن يلعن صاحبه. لماذا ومتى يلعن صاحبه؟ لأنه يخالف ما جاء في القرآن. يقرأ بالقرآن فسمع أن الله حرم الكذب وأن الله حرم الغيبة والنميمة، فتراه يقع في الكذب والغيبة والنميمة فيعمل عكس القرآن. وأما الذي يقرأ فتراه يقرأ ويرقى حتى يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صاحب القرآن يتوج تاج الوقار، صاحب القرآن يتوج بنور، صاحب القرآن يشفع ل10 من أصحابه، لأهله ولأولاده ولأصوله وفروعه. وإذا وجد بعض أصحابه في الدنيا في النار يشفع لهم بإذن الله عز وجل. صاحب القرآن له مزية خاصة، يحظى بالحوض من رسول الله، يحظى بمعية رسول الله، يحظى بالشرب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يرزقنا الاستقامة بعد رمضان، أن نحافظ على برنامجنا كما تعودنا في رمضان، أن نحافظ على الصلاة، وأن نمسك الجوارحنا عن المخالفات، إنه على ما يشاء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله.